اسمه محمد حمدي. طلب انه يقابل المأمور وقال ان عنده معلومات مهمة جدا عن حادثة قتل المخرج نيازي مصطفى، وان ضميره بيأنبه ومش بيقدر ينام الليل، واعترف بانه كان شريك في قتل نيازي مصطفى مع كوافير ومراته، وان الجريمة كانت بهدف السرقة. ولكن وقت استجوابه غير اقواله وقال ان الجريمة كانت بسبب الانتقام، وقال انه كان على علاقة بواحدة اسمها لولا مرات الكوافير نبيل زكي، وانها في نفس الوقت تعرف المخرج نيازي مصطفى، فهو كان بيختارها عشان تصبغ له شعره، وكان ليها معزة خاصة عند نيازي. وجوزها كان دايما شاكك فيها وفي نيازي ان في علاقة بينهم، وقال الحقيقة ان ما كانش في علاقة بين لولا ونيازي، لكن العلاقة كانت بينها وبينه هو. وقال في يوم كنا قاعدين احنا التلاتة وجوزها بيقول لها ما تروحيش عند المخرج، وهي قالت له احنا اكل عشنا منه وهو اللي بيدينا فلوس زيادة. ووقتها فكرت احنا التلاتة مصلحتنا واحدة، انا اللي هممني الفلوس وجوزها غيران منه، ولولا نفسها ما عندهاش مشكلة. واقنعتهم باننا نروح نقتله ونسرق اللي عنده، وهي وجوزها رحبوا بالفكرة، هي علشان ترضيني وفي نفس الوقت عايزة تثبت ولائها لجوزها، وجوزها رحب بالفكرة علشان شاكك في علاقة نيازي بمراته وعايز يخلص منه. ونفذنا الجريمة بكل احتراف، ولكن ضميري بيعذبني، وعلشان كده قررت الاعتراف بكل التفاصيل. ولكن لو رجعنا للكلام اللي قلته من شوية في الكوافيرة اللي كانت بتروح لنيازي مصطفى تصبغ شعره، اسمها بهيجة مش لولا.